السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ياسمين كيتشن. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال. اليوم غادي نوجد معكم حلوة البوق، حلوة ديال الزمان كتجي زوينه بزاف، هشيشه ولذيذه، والمقادير ديالها حتى هما بساط بزاف. وندوزو على بركه الله للمقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. كنحتاجو 100 غرام ديال الزبده، ضفت عليها كاس الا ربع ديال السكر، قبيصه ديال الملح، حكيت قشره ديال الحامضه، وغادي نخلط هاد المكونات مزيان مزيان مع بعضياتهم. غادي نضيف عليهم كاس ديال الزيت، وغادي نعاود نخلط مزيان حتى كنحصلوا على خليط كيكون بحال ما هكا. دابا غادي نضيف بيضه تكون بحراره المطبخ، وغادي نعاود نخلط مزيان. غادي نضيف نص كاس ديال النشا. دابا غادي نبدا كنضيف في الدقيق. غادي نضيف 3 الكيسان ديال الدقيق يكونوا عامرين ومغربلين، خماره وحده من فئه 8 غرام. وغادي نبدا كنجمع في العجينه ديالي. كما شفتوا هنايا من بعد ما جمعت العجينه بان ليا مازال خصها الدقيق. غادي نزيد الكاس الرابع. في المجموع احتاجيت 4 الكيسان ديال الدقيق يكونوا عامرين ومغربلين. القوام ديال العجينه كيكون على هذا الشكل هذا، كتكون رطبه ولينه بزاف. كتاخدوا اي بوق عندكم، ماشي ضروري تخدموا ببوق بحال هذا اللي خدمت به انا. كديروا فيه شويه د العجينه وكتبقاو تحصروا عليها بيديكم وراه كتخرج بكل سهوله. كل ما كتكون العجينه رطبه كل ما كتسهل علينا الخدمه. المهم هنايا غادي نشعل الفران ديالي على 180 درجه من التحت، وغادي ندخل الحلوى طيب، ومن بعد غادي نشعل عليها من الفوق تحمر وتاخذ اللون، وكنخرجوها. كندوبوا الشكلاط وكنبداو كنغمسوا ليه هذوك الجنيبات ديالها في الشكلاط على هذا الشكل هذا. وتقدروا ديروا حتى الشكلاط بيض حتى هو راه كيجي زوين. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى اللي صايبت معاكم. جربوها راه كتجي زوينه بزاف. كنقدموها بالصحه والراحه، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه.